السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعضنا هنعمل الكشري، ومين فينا ما بيحبش الكشري المصري؟ نبدا اهوت. معانا البصل، قطعنا البصل الاول اهوت. وحطينا ده عليه بصل معلقتين جوليان، نشا. مقطعينه جوليان يا جماعة. وعملناها اهوت، حطينا عليه نشا عشان يبقى مقرمش وحلو اهوت. شربناه خالص بالنشا اهو. هنخلي النشا، مش هنخلي ولا حته بصله كده لوحدها، الا كلها نشبعها الاول بالنشا ان شاء الله. احنا بنبدأ بالبصل يا جماعة عشان الزيت اللي هيبقى منه هنكمل بيه كل الوصفات. اهوت معانا الزيت اهوت. وعايزين قبل ما نحط البصل ما نحطوش في حله ولا حاجه، نحطه في حاجه واسعه عشان يحمر معانا بسرعه، عشان يبقاش كله على بعضه كده ويبقى لين ويطلع مش كويس معانا. احنا هنسخن الزيت اهوت يا جماعة الاول في حاجة واسعة. نزلنا بالبصل اهوت، ما تقلبوش كتير. اهوت ابتدى يلون معانا اهوت. كل ما تبقى الحاجه واسعه كل ما يحمر معانا بسرعه. شوفوا. انما لو احنا حاطينه في حله ولا في حاجه، اللي تحت هيحمر واللي فوق مش هيحمر، وياخد وقت اطول معانا. شوفوا يا جماعة قرمش ازاي، وكله لون ولونه وبقى اللي حلو. دهب اهوت، عشان مش عايزين نغمقه معانا، لان لما بنغمقه بيبقى طعمه مرر كده. هنبدأ نصفيه اهوت، والزيت بتاعه هناخده. الزيت بتاعه ده بيبقى طعمه جميل، بيخلي الاكل جميل. اهوت شوفوا. معانا مقادير الكشري اهوت. معانا طماطم ومكرونه وشعريه ومكرونه سباكيتي والرز. اي كمية انت عايزاها بقى تعمليها. ده يا جماعة كشري الحلة الواحدة، هنعمله كلاته في حلة واحدة عشان ما ما نقعدش. نكركبش الدنيا. ايوه بجد والله. أيوة، عشان مش كل حاجه في حله كده وتحس ان المطبخ متدربك كده فوقيك. ولا هنسلق مكرونة لوحدها ولا اي حاجة. ده يا ايوه. جماعة عدس. ده يا جماعة عدس بجبة اهوت. احنا نعينه في ميه مغليه. الميه غليناها وجبناها حوالي رتل ميه ولا حاجه، وجبنا العدس نقعناه في الميه المغليه، قعدناه لمده ساعتين عشان يبقى وصفيناه طيب اهوت. معانا، عشان يبقى احنا كله هيبقى في حله واحده. وما تسووش كتير يا جماعة عشان ما يتهراش. ومعانا الصلصه اهيت. عملنا لها التومه بتاعتها، صفرناها. بشوية زيت من بتوع البصل. او حطينا اهوت الملح والفلفل والكمون وشويه شطة. بهارات، شويه قرفه وشويه شطه. جبنا هنا وهننزل بقى. كمان شويه كده عليها بمعلقه السكر ومعلقه الخل. دلوقتي بقى يا جماعة جبنا حلة كبيرة اهوت، هنبدأ نحمر فيها الشعرية. خدنا شوية زيت برضو من بتوع البصل، هنحمر فيهم الشعرية. اي كمية بقى زي ما انت عايزة تعملي براحتك. احنا هنا جبنا شوية شعرية همت بنحمرهم. الكشري دي بصراحه يا جماعه بيبقى اكله جميله قوي، خصوصا في فصل الشتاء. الكشري المصري اكيد طبعا يبقى ايوه. حلو. وهنحط عليه الرز اهوت. نزلنا بالرز وهنشوح الرز برضو مع الشعريه. قبل ما لونها يغمق قوي يا جماعة تحمروا الرز معاه عشان هي ما تاخدش لون ازيد من اللون الحلو بتاعها. هنشوح الرز مع الشعريه بقى. هي الشعريه خلاص اهوت. هنبتدي نشوح اهوت واحده واحده مع بعضنا، تشويحه بسيطه مش كتير يعني. وهننزل عليه بقى بالعدس اهوت. عدس بجب. اهوت كل واحد برضو طلبه. في ناس بتعمله بعدس اصفر بس بيبقى هو جميل برضو. بس العدس برضه ابو جبه بيبقى طعمه احلى من الاصفر. انا جربته بده وده. هنشوحه كله اهوت. والطماطم اهيت نزلنا عليها بمعلقه سكر اهيت. عشان الحموضة يا جماعة. ودي الميه. واحنا معانا الميه اهيت يا جماعه بتاعت الكشري، غاليينها علشان ساعه ما نحط كل طلبات الكشري في الحله يغلى على طول ويستوي معانا. كده يا جماعة ده الرز والشعرية والعدس. ونزلنا عليه بالمكرونه اهيت الصغيره اهي.
اخر حاجه خالص هنحطها المكرونه الطويله عشان ما تعجنش وتمسك في بعضها. نحط بنحط بقى له شويه ملح هي ملح عادي اهوت، وهنعيره زي ما بنعير الرز. ونزلنا ومعانا بشويه الكمون اهو، كمون. عشان اللي عندهم قولون وكده الكمون ده ما بيتعبش ولا حاجه. هاتي ونعيره عادي زي الرز. دي معلقه الشطه اهي. نزلنا بقى على الطماطم. سايبين اهو الطماطم يا جماعه تتسبك خالص براحتها كده على النار. المكرونه هي تشوفوا قطعناها، وهنحط بقى شوفوا مش هنحطها كلها نوع واحده كده يا جماعه، عشان هنرصها كده، نفردها على وش الميه كده. هنرصها كده عكس اعكاس كده عشان ما تمسكش في بعضها. احنا اطمنش المكرونه 2 كده، مش بطولها كله. ايوه اهو. وهي كده كده ساعه ما الميه ما هتغلي المكرونه هتطيب. بصراحه يا جماعه ده مريح جدا على ما انك تقعدي تغلي ميه وتعملي مكرونه، تسلقي مكرونه والمنحيه دي كلها، ده بس هو كله بياخدش وقت في حله واحده عادي، وما تاخدش كأنك وقت. بتعلق على شويه رز. والله عادي. حلو خالص وتغيير برضو. شوفوا شوفوا يا جماعه، ده بقى اهوت قرب يستوي اهوت. الميه منها مغليه، سويته شال على كله طول، اه شال لا، الميه على طول. وخليته كله لا فيه حته طريه ولا حته كده ولا هنا حته بقى هنعمل مستويه. معاكم دي الدقه معانا هي ميه وملح وكمون وشطه وليمون وتوم وليمونتين وتوم وشويه وخل. خل. ولازم ان يا جماعه في ناس اصبر يا ضاي. يا داي. الدقه ديت انا هغليها دلوقتي على النار عشان يبقى طعمها حلو. في ناس ما بتحبش تغليها، كل واحد برضو على حسب ما هو عايز. نزلنا بالتوم اهوت. بس هي بتبقى احلى يعني لما تبقى مغليه على النار. ايوه. نزلنا بالتوابل بتاعتنا، وننزل بالخل. خل يا جماعه اهم حاجه يبقى كتير في الخطوه دي، لان هو طعمه اساسا بيبان في الحته دي، بيبقى حلو قوي. وهنعصر بقى الليمونتين. يا ريت يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، ولو حابين اي وصفات نعملها لكم اكتبوا لنا في التعليقات. يلا يا بنات اللي ما حطتش لايك يلا تحط لايك، ما تنسوناش في التعليقات الجميله عشان تشجعونا كده وتخلونا نتشجع ونعمل لكم وصفات كتير ان شاء الله. احنا خلصنا كده طلبات الدقه اهي، هروح احطها بقى على البوتاجاز. ده غلوة شوية كده على النار. هنعمل بقى ايه الشطه السبايسي. صراحة ديت يا جماعة بصوا دي كده هتموتنا دي. حراقة جدا. لا انا لما حطيتها وغلت مع بعضها وانا واقفه في المطبخ خنقتني، قعدت اكح ونفسي ما كنتش عارفه اجيب النفس. جبنا طبق اهوت ألمونيا او اي حاجة عندك صغيرة كده. احنا عاملين كميه بسيطه هنا لان احنا مش مش كلنا كلنا اللي بنحب بنحب الشطة. السبايسي والحاجات دي. شوية زيت اهمت وهننزل عليهم بالشطة. الخطوة دي صعبة جدا يا جماعة، خلوا بالكم. يعني اللي تعملها ساعه ما تحط الطماطم مع الشطه تطير وتطلع بره، ما تقفش في المطبخ. ايه يا حور بتعملي ايه؟ انت بتغني للمتابعين؟ هنبقى نعمل لك حلقه يا حو. طيب ماشي. هننزل بالطماطم اهوت على الشطة اهوت يا جماعه. نزلنا بشوية صلصة من بتوع اللي احنا عاملينهم والكشري. بس بصراحه كان طعمها جامد. بس حراقة قوي. صعبة كانت جامده والله يعني جامده. صعبة. ايه يا حو؟ الدقه هي تبتدي تغلي معانا اهي يا جماعه وتبرد بقى ساعه انت ما بتعملي كل الحاجات دي في وقت واحد كده وانت واقفه في ثانيه تخلصي كل حاجه؟ احسن من كل حاجه في حله في حله في حله، وتملي المطبخ عليكي حلل وتقعدي وقت، يعني ممكن تقعدي ساعه ولا ساعتين تعملي في شويه كشري. دي حاجه بسيطه خالص، ده كله في بعضه كده ما بيكملش نص ساعه. الدقه ديت يا جماعه بتبقى جميله، اهم حاجه كتري فيها الليمون والخل.
والثوم والثوم. والشطه. كفايه تبقى شطه حرة. لحد كده يا مهندس، لا الشطه بتبقى حلوه. كفايه الشطه كده. اهو شو ده بقى يا الشكل النهائي جماعه، اهوت احنا يا عرفنا جماعه. معاكم الكشري اهوت بعد ما استوى، كنا موطين عليه النار خالص بعد ما اتشرب. شوفوا يا جماعه بقى، والبصل المكرمل عليه حلو ازاي بصراحه يا جماعه، جميل بألف هنا وشفا يا يا ريت يا رب. بنت ما تنسوش في اللايك والشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع مع السلامه. السلامه.